السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على رسول الله. اليوم معانا حصاد البرسيم. في البداية يعني البرسيم من الأعلاف المجدية جدا لو خدمتها وبذرتها كويس وقدرت ان انت تقاوم الحشائش. طيب، معانا هنا بسم الله ما شاء الله ادي الحصادة شغالة. لو كثافة البرسيم عندك مش موجودة بالطريقة دي، يبقى يؤسفني ان انا ابلغك ان انت مش هتحصل اي فايدة. لازم يكون عندك البرسيم كده العود بتاعه طويل من 80 سنتي وزيادة، عشان يقدر الهكتار يوفي معاك من 150 لبنة المتوسط وطالع. طيب، عشان اقدر ان انا احصد البرسيم كويس لازم استنى نسبة التزهير توصل عندي مثلا 75-80%. ثانيا لازم اوقف المية يومين. ثالثا والاهم ألبن او احصد في وقت يكون فيه الشمس مش شديدة شوية. ليه؟ عشان اقدر احافظ على الورقة ما تطيحش من العود، وفي نفس الوقت اعرف ان انا اصل لسعر كويس. البرسيم الحجازي هنا في السعودية بيوصل سعر ممتاز جدا. جملة من المزرعة ممكن يوصل ل20 ريال لو الحبة صافية مقاس 90. طبعا كلنا متوقف على ان مفهوش خلط، في ورق مش عيدان فقط زي ما قلت لحضراتكم. طبعا احنا يعني بنحاول نفيدكم ونساعد على قد ما نقدر. فاي حد يحتاج اي حاجة انا تحت امركم. هسيب لحضراتكم اللينك بتاع الفيس بتاعي وطريقة التسميد كنت ذكرتها في الفيديو السابق، وهنزلها لكم